النهاردة هنتكلم عن 5 أسرار للتضخيم ناس كتير بتتمرن سنين ومش بتوصل ليها وبتستغرب ليه الوزن ثابت والحجم مش بيزيد مع إنهم في الجيم طول الوقت. الحقيقة إن التضخيم مش مجرد تمرين حديد وخلاص، التضخيم عملية فسيولوجية معقدة ليها قواعد، ولو كسرت قاعدة واحدة فيهم النمو بيقف. شفائيات. أول سر: الفائض الحراري المحسوب. العضلة نسيج حي وبناؤه محتاج طاقة. جسمك مش هيبني عضلة جديدة إلا لما يحس إن عنده طاقة زيادة عن احتياجاته الأساسية. الفائض الحراري معناه إنك تاكل سعرات أكتر من اللي جسمك بيحرقها في اليوم. لكن هنا نقطة مهمة جدا: الفائض لازم يكون معتدل، حوالي 300 ل 500 سعر حراري. الفائض الكبير بيخزن دهون، والفائض القليل ممكن ما يكفيش للبناء. علمياً بناء كيلو عضل محتاج طاقة وبروتين ووقت. الأكل العشوائي بيزود الوزن على الميزان، لكن مش بيزود كتلة عضلية حقيقية. تاني سر: البروتين الكافي وجودته وتوقيته. البروتين هو المادة الخام للعضلة، وبدونه مفيش تضخيم. الدراسات بتشير إن أفضل معدل بروتين للاعب كمال الأجسام بيكون من 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلو من وزن الجسم. لكن الأهم من الرقم هو التوزيع. الجسم بيبني العضلات بشكل أفضل لما البروتين يتوزع على اليوم، لأن تخليق البروتين العضلي ليه سقف في الوجبة الواحدة. كمان جودة البروتين مهمة. البروتين الكامل اللي فيه كل الأحماض الأمينية الأساسية، خصوصاً اليوسين، هو المفتاح لتحفيز البناء العضلي. ثالث سر: التحميل التدريجي الحقيقي. البروجريسيف اوفرلود مش معناه بس تزود وزن وخلاص. التحميل التدريجي ليه أشكال كتير: زيادة الوزن، زيادة التكرارات، زيادة عدد المجموعات، تحسين التحكم العصبي في الحركة، أو حتى تقليل وقت الراحة. العضلة بتتأقلم بسرعة جدا، ولو مفيش محفز جديد الجسم يقول مش محتاج أبني أكتر. علمياً التوتر الميكانيكي هو أقوى محفز لنمو العضلات، وده مش بيحصل إلا لما تجبر العضلة تشتغل أكتر من المرة اللي فاتت. رابع سر: النوم والتعافي العصبي والهرموني. أكتر سر مهمل رغم إنه من أخطر الأسرار. أثناء النوم العميق الجسم بيفرز هرمون النمو، وبيحصل أعلى معدل لإصلاح الأنسجة العضلية. قلة النوم بتزود الكورتيزول، وده هرمون هدام للعضلات وبيقلل من حساسية الإنسولين، وده معناه إن جسمك مش بيستخدم الكربوهيدرات والبروتين بكفاءة. كمان الجهاز العصبي محتاج راحة علشان يقدر يديك قوة أعلى في التمرين. لاعب مش بينام كويس لاعب نموه محدود مهما كان أكله. خامس سر: الاستمرارية والصبر البيولوجي. العضلات مش بتكبر بسرعة، وده مش رأي، ده علم. معدل بناء العضلات الطبيعي محدود، وبيعتمد على الجينات والتغذية والتمرين. اللي بيغير برنامجه كل أسبوع أو دايت كل شهر جسمه عمره ما يدخل في مرحلة نمو ثابت. الاستمرارية بتخلي الجسم يتأقلم إيجابياً ويستثمر الموارد في البناء بدل التكيف المؤقت. نقطة إضافية مهمة جداً: التوازن الهرموني. الأكل الصحي والدهون الجيدة والنوم وتقليل التوتر، كل ده بيدعم هرمونات البناء زي التستوستيرون وهرمون النمو. أي خلل في الهرمونات دي بيقلل استجابة العضلة حتى لو كل العوامل التانية مظبوطة. الخلاصة النهائية: التضخيم مش سحر ومش مكملات ومش أوزان تقيلة بس. التضخيم علم قائم على الطاقة والبروتين والتحفيز والتعافي والاستمرارية. لما تبني الأساس صح جسمك هيستجيب غصباً عنه. ولو عايز فيديوهات أعمق عن التضخيم العلمي والتمرين الصح والتغذية اللي بتجيب نتيجة حقيقية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.